السلام عليكم البنات، مسا الخير عليكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا بصحه جيده. وين راكم لاحقين مع التحضيرات؟ انا حبيت نطلع لكم بهاد الكاطو اللي بزاف بنين وراقي وبلا ما ننسى بدون بيض واقتصادي بزاف. تقدر اي وحده ديرو وفي نفس الوقت يكون خفيف كما راكم تشوفوا بلا ما نحكي على البنه. وقبل لا كان نبداو حبيباتي تهلاونا بجام واشتراك وخلونا كومنتير شباب كيما نتوما. هيا نبداو على بركة الله، بسم الله. من كل حاجه نحتاجو 3 مغارف ابار النشا فيها 2 مغارف. واش حب يقول 3 مغارف نتاع الكاوكاو، 3 مغارف نتاع الجلجلانيه، و3 مغارف نتاع الكاكاو يكون بني. كيفاش تعرفوه مليح؟ ديجا كي تشموا الريحه هذيك راح تستمتعوا بها وتكون مليحه، يعني نتاع الشوكولا مش صامطه ولا هذيك المروريه اللي بزاف. هذاك الكاكاو الكحل ما نصحكمش به في الوصفه هذه. واللي هنا عندي 150 غرام نتاع مارغرين، انا استعملت نتاع صول. ورايحه نخلط جميع المقادير ضربه واحده. شوفوا يا البنات، اي حاجه راهي مرحيه كيما الكاوكاو ولا الججلانيه نرحوهم خير. الكاوكاو خليت شويه حبيبات هكاك. المهم وكيما السكر عندنا 3 مغارف كبار نتاع السكر. رايحه نخلط جميع المقادير، ما رايح يدي معاك لا وقت لا جهد لا حتى حاجه. واحد البنه يعني يخلي برك ما من تقطع يقطع كميه لا باس بها. راح نخلطوا جميع المقادير نتاعنا مع بعضها حتى تنسجم وتدخل. نزيد لها شويه نتاع لافاني، هذه اختياريه باسكو الذوق نتاعها يعني ما راحش ياثر. لانه كاين الكاكاو، اكيد الكاكاو الجو تاعو راهو قوي. جيت راح نخلطها زعما بالباتر ومن بعد قلت شي هكا ناشف وكل شيء نخلطها بيدي خير هكا باش ما يطيرليش. خلطتها مليح مليح مع مغرفه صغيره نتاع خميره الحلوى باش تطلع معانا. المهم حبيبتي هذه هي المقادير. نزيد نعاودها لكم باللي احتجنا 2 مغارف نتاع النشا، 3 مغارف نتاع الكاكاو، و3 مغارف كبار، هادو كامل المغارف كبار. و3 مغارف كبار نتاع الكاكاو، و3 مغارف كبار نتاع ججلانيه. وطميتها لميتها هكا. شوفوا انا نصيحه ننصحها لكم، من بين الاسرار كي تستعملوا هكا حاجه فيها الكاكاو وتجيكم يابسه تزيدوا لها شويه برك نتاع الزبده رايحه تطرى. ومام كي تلموها بالفارينه ما تيبسوهاش باش حتى يكون يشرب معاكم الكاكاو ما ترجعش يابسه. رايحه نديرها كويرات، الوزن نتاعها 25 غرام، وكل وحده دير الوزن اللي تحب. انا 25 غرام يعني عطاني وزن مثالي للحبه نتاعي، ماهيش كبيره وماهيش صغيره ويحيى الميزان. والله الميزان انا ما نقدرش نستغنى عليه خلاص. لانه يسلكني بزاف. وكيما الكاطو هذا تاني حبيباتي علاه درتو علاه خيرته بدون بيض؟ لانه صارت لي حاجه وسلكني هو منها. واش هي؟ خرجت قضيت شريت جميع المقادير نتاع لي كاطو اللي في راسي اونفا. وكي وصلت لداري جيت رايحه نجبد هكا المقادير هذوك وكل شيء، لقيت المكون الرئيسي اللي هو البيض ما كانش. يا ربي كيفاش ندير ومن بعد لقيت باللي الوصفه هذه قلت وعلاه لا ما نديرهاش وجات ما شاء الله. انا ننصحكم بها. وبعد ما كبرت الكاطو نتاعي 25 غرام رايحه نشكلو هكا صبيعات. المهم الصبيعات هادو تحبوا ديروهم، تحبوا ديروا اي شكل نتوما حابينه. انا عجبوني هكا حبيت نبدل شويه. حطيتهم في الصينيه وبلا ما ننسى الفور نتاعي اللي كنت سخنته على 150 درجه. انا ما نحبش نطيب الكاطو نتاعي على درجه كبيره ولا درجه منخفضه، 150 تجيني مليحه. وزينته بالتزيين هذا اللي هو دهنته هكا دهنه ولا مسحته مسحه خفيفه بالنيستلي، ومن بعد رمته في القطايف مع الخطوط نتاع الشوكولا. ما قدرتش نصور معاكم باسكو كان عندي ظرف، وراكم تعرفوا كامل تزينوا وكل وحده تبدع وتنعتنا الابداع نتاعها. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي كان نال اعجابكم هذا الكاطو، لانه والله اللي ما دارتوش راهي راتات من عندي. ساهل بنين خفيف اقتصادي. وبدون بيض اللي بزاف رانا نشكيو من العظام راهم غاليين كيما على بالنا. لازم نقتصدوا ونحوسوا كيفاش نبدلوا شويه في المقادير.
جا ذوق والشكل راقي جدا. وشوفوا الله يبارك يعني كيفاش جا متحوف. الحبات راهم جاو مقياسين وجاو قد بعضهم باسكو رانا وزناهم. يجا يشرف. هذا ما كان حبيباتي. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. وانتم تاني زيدوا نعتوا لي في لي كومونتير، قولوا لي واش درتوا، واش خدمتوا لي كاطو باش ندو من بعضنا الافكار. ومن بعد ان شاء الله راح نتلاقاو في روتين بزاف هايل. ها يا حبيباتي، نتلاقاو في فيديو قادم. مع السلامة.